تأمل معي يا عزيزي، كم عانت الأم الحامل التي لا تقوى على الوقوف على قدميها الضعيفتين. كم كان هذا العناء، وفي هذا الجو الذي لا يصمت أحد أمامه، ونختبئ جميعنا منه تحت أسطح المنازل، وهي ترحل من مكان إلى مكان. لم تجد سيارة لتحملها أو وسيلة مريحة لتساعدها في مسيرتها، بل كان يصاحبها الوجع، وهي تتنقل من أرض خضراء وأرض صحراء. هل صمدت كثيرا؟ هل صمدت كثيرا في زوبعة كهذه، وهي تبحث عن مكان مستور لتلد فيه طفلها؟ أم كان يوسف الرجل العجوز عكازها بقلبه المليء بالوفاء؟ كم عانيت يا أمي، كم عانيت يا أمي وأنت تطرقين أبواب الجميع ولكنهم يرفضون، وبقسوة تعانين إنهم ليسوا من الأحباء. كسرتِ كل قوانين الطبيعة، إذ كيف تتوجعين تتحملي شدة البرد القارس والزوابع، وأنتِ والشيخ الوقور تحملون بداخلكم النقاء. وبعد طول انتظار، وبعد تعب المشوار، في مزود لا يعطيه الناس أي وقار، يصير مقر لتجتمع حوله ملائكة السماء. يولد فيه ملك الملوك عن تواضع وليس عن احتياج، ليعلم العالم كله كم هو أحبنا وتشبه أيضا بالفقراء. أعطيت لطبيعتنا مجدا عندما قدمت لنا حبا، وأنفاس الحيوانات في المزود كانت له دفئا. وظهر بمولده نجما ينير في أعلى السماء ليهدي المجوس الغرباء. راعي الرعاة ولد طفلا، وملاك الرب أخبر الرعاة بسرا إنه ولد لكم مخلصا، مجده في الأعالي وسلامه على الأرض، وفي الناس الفرح والرجاء. على بعض من القش، على سرير من طين، وبين ظلام الليل والبرد القارس تجمعت الهدايا تحت أقدام طفل ليس مولود بزرع بشر. افرحوا أيها الأحباء. أيتها الأم التي عانيت في ولادتك، اخبرينا كم كانت شاقة رحلتك، وكيف تحملت كل هذا العناء. افتحوا قلوبكم الآن ليولد فيه المخلص وملك الملوك، ليكون له مسكنا. وقبلها نظفوا قلوبكم من الكره، فهو قدوس، وكل من يسكن فيه هم أنقياء. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.